تكسرش كده لما يقع يتكسرش زي كده، هل ده اصلي؟ ازاي اعرف الميلامين الاصلي؟ ازاي اعرف الميلامين جودته عاليه ولا لا؟ ازاي اعرف انه يخش الميكروويف ولا لا؟ هل لما يوقع ما يتكسرش كده لما يوقع يتكسرش زي كده، هل ده اصلي؟ هي الفرق بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى، وهي الفرق بين الفرز الأول والفرز الثاني. هل الرسمة دي بتطلع مع الوقت؟ هل ما تطلع مع الاستعمال؟ هل يتغسل بسفنجة؟ هل يتغسل بسلكة؟ هل لو غسلته بسلكة هتطلع الرسمة دي؟ وازاي اعرف الميلامين الاصلي من المضروب، من المستورد، من المصري؟ لما اجي اختار صينية ميلامين عشاء اختارها ازاي؟ هل فيها درجات؟ هل هي نفس الموضوع؟ هل الصينية بالكيلو برضه؟ ولا هل هي فردانة؟ طب اختار التقيلة ولا الخفيفة؟ اختار انهي؟ كل حاجة عن الميلامين هتعرفوها في الحلقة دي، لو مهتم كمل الفيديو للنهاية. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هعرفك كل حاجه عن الميلامين، اصلي ومضروب مستورد ومصري، وايه اللي بيخش الميكروويف وايه اللي ما ينفعش يخش الميكروويف، واعرف ازاي الفرز الثاني من الفرز الاول، من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه. بس يا ريت قبل ما نبدا دعم منك صغير بلايك، اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. اولا يا ست الكل، الميلامين الفرز الاول غير الدرجه الاولى، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. درجه اولى يعني الخامات بتاعته مستورده، درجه ثانيه يعني خامات مصري، تمام. واغلب الميلامين خامات مصري موديل ماليزي. النهارده هحاول اعرفك ازاي تختار الاطباق والصواني الصغيره، وايه اللي هيخش الميكروويف وايه اللي ما ينفعش يدخل. النهارده هنتكلم عن اطباق وبكره هنتكلم عن الصواني، ازاي تختاري صينيه عشاء وصينيه تقديم ميلامين. اول حاجه الميلامين شركاته كتير جدا، اغلبها في المنصوره لكن كتيره جدا، ما يعتمدش على الاسم خالص غير الماركات البراند، هي الماركات العاليه جدا يعني، اشهرها الشريف طبعا، تمام. فالاسم ده يعني نقوله ضروري ومش ضروري. ضروري لو في ماركة عجبتك وجربتيها نفس الاسم فضروري بالنسبة لك، لكن انا كتاجر الاسم مش مطلوب، لانه حتى ميلامين الشريف بيبقى منه درجة اولى ودرجة ثانية ومتقلد، فانا بالنسبة لي الاسم كتاجر مش ضروري خالص، تمام. وانت بعد ما تسمع الكلام ده يبقى بالنسبه لك انت برضه مش ضروري، لانه الاسم مش معتمد خالص. مش طالما لقيتيه بارز كده يبقى الميلامين تمام، لا. انت بتمسك الطبق كده، اول حاجه بتشوفيه كده ان كان مالس ولا لا. لو لقيتي فيه اي خشونه، تمام، يبقى ده فرز ثاني. لو لقيتيه كده مش متجرح ولامع ومالس كده ومفيهوش اي حاجه ولا اي كسر، يبقى ده فرز اول. بعيدا عن الدرجه الاولى والدرجه الثانيه بنقول فرز اول. لو لقيتيه فيه غلطات كده اهو، ده فرز ثاني، وفي فرز ثالث طبعا، لكن الفرز الاول والفرز الثاني خامات وحده، لكن ده فيه غلطات وده لا، هما اثنين درجة واحدة إن كان درجة أولى أو درجة ثانية، بس ده اتعرض للشمس، جت غلطة وهو بيتعمل. أغلب غلطات مع السرعة، مع يعني قلة التركيز اللي بيعمل، لأنه اللي بيعمل ميلامين قالب بتحط فيه المادة وتتحط عليها الصورة تقريبا، فممكن الصورة وهو بيحطها الواحد يعني تكون اتحركت كده اتقطعت زي كده، ما علينا، تمام. عرفنا الفرق بين الفرز الأول والفرز الثاني، هم اثنين خامة واحدة، لكن الفرق في الشكل والخشونه. ده مالس كده ومنور ومفيهوش ولا غلطه، وده كله غلطات. ولو لاحظت هتلاقي اتنين اسم واحد، الفرز الثاني والفرز الاول. بالنسبه للشكل ديفوهات، مثلا في ديفوهات بسيطه، ديفوهات كثيره، ده الفرق بين الفرز الاول والفرز الثاني. الفرز الثالث هتلاقي ديفوهات اكتر. هي النقطة اللي استفادها من الموضوع دي، انه مثلا بص في الحاجة عشان لو فرز ثاني ما تاخديهاش بفلوس غالية زي الفرز الاول، لانه
مع الفرز الثاني والثالث كل ما كان الثاني ارخص من الاول والثالث ارخص من الثاني. فدي معلومه ليك وانت بتشتري عشان تعرفي لو فرز ثاني طبعا ما تدفعيش في فرز اول. يعني مثلا كيلو الميلامين فرز اول رنج مثلا 85، فرز ثاني 65 او 70 زي كده، فرز ثالث ممكن 50 45. الميلامين يعتمد على التوجل ولا لا؟ بص الميلامين انا بشوف الدرجة الثالثة بتبقى تقيلة قوي، وفي درجات منه خفيفة قوي. فانا دي معلومة من عندي انه المفروض وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. لو ماركات عالي او انت شايفة الميلامين قدامك لامع وما فيهوش غلطات هات التقيل منه. هو المفروض كل ما كان تقيل افضل، بس انا خايف اقول لك كده تشتري فرزة ثالثة. في فرزة ثالثة بتبقى ثقيلة جدا. في ناس بتبيع الميلامين ده بالكيلو وفي ناس بتبيعه بالحب. كلا الطريقتين بيأدوا للثمن الواحد، هو نفس السعر. ده ب 15 مثلا هيبقى في الكيلو ب 15 برضه، ممكن مع الكميات تختلف. طيب في حاجة تانية، في ميلامين اول ما تعملوا له كده بينحني بيروح ويجي مش قوي يعني، وفي طبعا اول ما هتعملوا كده هيتكسر. المفروض اللي بينحني ده اعلى، المفروض اللي بيجي معاكي كده وانت بتعملي له كده المفروض اعلى جودته اعلى، الخامه بتاعته اعلى. فانت اول ما تشتري اول حاجه شوف الطبق ان كان مالس ولا لا، بتشوفيه فيه غلطات ولا لا. ممكن يكون مالس بس فيه غلطات زي كده. تمام. مبدئيا الحاجات دي تركز عليها في الاطباق. لو جيتي مثلا تشتري صينيه صغيره مثلا عشان كوبايه ولا اتنين في البيت، مش هتطلعها لضيوف، هاتيها حتى درجه 10. ويعني حتى لو لضيوف متهيألي لو ديفوهات بسيطه خالص مش هتبان. انت بتقدم الصينيه للضيف في ديفوهات بسيطه مش بتبان اصلا، يعني دي وهي من بعيد مش هتبان. فاضل اهم سؤال وهو اعرف ازاي الميلامين ان كان يدخل مايكروويف ولا لا. في شركات محترمة بتعمل لك علامة الميكروويف على الكرتونة، دي شفتها في شركات بسيطة. دي أول حاجة. زي أنت لو عايزة حاجة نظيفة وعايزة تجيب الشريف مثلا زي ما قلت لك، تشوفيه إن كان في غلطات ولا لا، ترميه كده ما يتكسرش، بينحني، تشوفي كل حاجة، لأنه برضه الشريف فيه مضروب وفيه أصلا. ما شاء الله احنا كل حاجة بتتقلد كل حاجة. وطقم الشريف طبعا عشان هو كويس خالص وبيخش مايكروويف ويخش غسالة أطباق وحاجة كويسة خالص وما بيتكسرش غير بعد عمر طويل، سعره غالي جدا، يوصل 1600 جنيه 1500 1400 خلاف العدد بتاعه إن كان كبير أو صغير. طيب أنا أعرف إزاي الأطباق العادية دي إن كانت بتخش الميكروويف ولا لا؟ لو جيت اشتري فرداني مثلا من غير كرتونة أعرفه إزاي؟ هتعرف ازاي انه الطبق بيخش الميكروويف؟ اولا هتشوف الحاجات اللي انا قلتها لك كلها في الفيديو، يكون مالس يعني ناعم، ما يكونش فيه غلطات، زائد انه بينحني، زائد انه يكون ماركة عالي. مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس حتى الان لو لقيت المواصفات دي كلها في طبق او اطباق هاتيه، وما تخليش الاطباق دي او السرفيز او غيره يقعد اكتر من 30 ثانية في الميكروويف او دقيقة حد اقصى. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية وهنتكلم عن الصواني، وهقول لك على دلائل تاني تعرفي بيها الميلامين كان بيخش الميكروويف 100% حتى لو ساعة ولا لا. هنهي الحلقة دي واكمل لكم حلقة تاني هنتكلم فيها عن باقي الصواني العشاء وصواني التقديم، وهقول لك على شوية دلائل تاني تعرفيها عشان تطمني للميلامين إن كان بيخش الميكروويف ولا لا. يا ريت دعمكم الجميل، ما تنسوناش بلايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.